النهارده عايزين نتكلم شوية عن الجرايم اللي بتحصل في الكوافير والبيوتي سنترز. طبعا أشهر حاجة موضوع العدسات الملونة. تبقى العروسة راحت البيوتي سنتر عشان هتتجهز للفرح، فتقترح عليها تقول لها طب إيه رأيك ما تلبسي عدسة ملونة، هتبقى أحسن في الصور، شكلك هيبقى أحسن. تبقى عمرها ما لبست عدسات قبل كده، مش معروف إذا كانت عينيها هتتقبل العدسة ولا لأ، كشفتش عند دكتور عيون وفعلا تقول لها خد البسي العدسة. ده طبعا بفرض إن هي هتديها عدسة جديدة وأول مرة تتلبس. غير الكارثه الثانيه ان هي احيانا بتكون عروسه لبستها قبل كده وبعد كده تديها للعروسه الثانيه ويبقى الموضوع كانه ايجار العدسات. تيجي العروسه في نفس اليوم بالليل، ثاني يوم الصبح مش قادره تفتح عينيها، مش قادره تتحمل، واحيانا بتبقى كارثه ان الموضوع يبقى في عينيها الاثنين. ونيجي نكشف عليها، انت ايه اللي حصل؟ تقول انا والله لبست عدسه ملونه امبارح واول ما مش قادره استحمل خلعتها على طول، ودي شكل عين. لا، عندها قرحه عنيفه، بكتيريا شديده. الموضوع ممكن يوصل لغايه ان احنا يحصل لنا خراج في القرنيه، يبقى المريض ملوش حل غير انه يعمل زرع قرنيه. تبقى انت رايح نظرك 6 بعد كده جاي لنا عشان احنا في الاخر نقدر نوصلك انك تشوف مثلا 6 متر بالكتير او حاجه. طب انت ليه عملت في نفسك كده؟ دي طبعا جريمه من الجرائم. تاني حاجه الحق، ان هم بقوا بيشتغلوا كانهم دكاتره تجميل او دكاتره جلديه. هتلاقيها انا هحقن فيلر، انا هعمل لك بوتوكس، انا هعمل كذا، بدون اي خبره في المجال ولا اي حاجه. طب ولو حصل مشكله بروح بقى للدكتور. طبعا بيجي لنا كوارث زي كده كتير، بالذات لما بيحقنوا الفيلر تحت العين، ممكن يؤدي ان انت نظرك يروح، ان ممكن الفيلر ينتشر ويدخل جوه العين، يعمل لك جلطه في الشريان بتاع العين، ممكن النظر يروح. طب برضه دي جريمه تانية. من اهم برضه الحاجات اللي بيعملوها بقى جديد موضوع الرموش والحاجات اللي بيحطوها في الرموش وكده. بتيجي البنت وهي عامله اي حاجه في رموشها، تكتشف ان الجسم بتاعها متورم جامد، ان هي عندها ممكن دمامل، خراريج، حاجات يعني عدوى شديده جدا في الجسم. ممكن نقعد شهور عشان نعالجها، واحيانا بيجي بعدها ان الرموش الطبيعيه بتاعتها تبتدي تسقط، ما نعرفش نعالجها بعد كده. النصيحه اللي احنا بنوجهها لكل البنات ان عينك خط احمر، مفيش اي حد غير مختص ممكن يقرب منها.